كان يا مكان ولا احلى الكلام الا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيلمنا النهارده يا جماعه ملحمه بمعنى الكلمه، كي جي اف، فيلم هندي اكشن. لايك واشتراك ويلا نبدأ. بيبدأ الفيلم في عام 1981. بنشوف رئيسة وزراء الهند وهي بتقول في اجتماع مع الجيش والشرطة: كنت دايما أسمع عن الشياطين، لكن لأول مرة بشوف واحد منهم. لازم الجيش يتحرك وأنا هوقع مذكرة الموت للشخص ده بنفسي. الجيش حرق كل النسخ اللي كانت مكتوبة عن قصة الشخص ده، ولكن صاحب الجريدة ده قدر يلاقي قصة واحدة بس، اداها لرئيسة التحرير وقال لها لازم تشوف الموضوع ده مع الكاتب اللي هو كتب القصة دي، ورتبوا للقاء صحفي سري جدا بين المذيعة دي والكاتب الكبير ده اللي هو كتب الكتاب. والواد الغلبان ده هو اللي هيقدم الشاي للضيوف لأنهم مشوا كل الناس من الجريدة. يلا بقى قول لنا ايه حكاية الراجل ده، هل هو بطل ولا شرير؟ عاوز اسمع منك. بس يا ريت قبل ما الراجل يقول الحكايه يلا بقى لايك واشتراك كده لذيذ عشان القصه جميله جدا ومشوقه قوي. قال لها: كان زمان في المنطقة ديت كان العمال بيحفروا بير، وبعدين وجدوا حجر كبير، وجات الحكومة تشوف ايه ده. في نفس الوقت اللي اكتشفوا فيه مدينة الدهب دي كان بطل حكايتنا بيتولد. سوريا قام قاتل الضباط عشان يستولى هو على مدينة الدهب لوحده. الأم فقيرة يا جماعة ومريضة كمان. سوريا بدأ يجيب ناس بالغصب يشتغلوا في المناجم. الواد عاوز ينقذ امه ولكن الفلوس قليله، وقبل ما امه تموت خدت منه عهد: قبل ما تموت يا ابني لازم تكون غني جدا وعندك سلطه كبيره جدا، ما تموتش غير كده. وماتت امه ومشي من قريته لمكان تاني يدور على حياته الجديده. قابل شحات وقال له: لو عاوز فلوس كتيره لازم تبقى قوي الاول. طيب الاقي القوه دي فين؟ قال له: في المدينه. راح على المدينه، مدينه بومباي. كانت بومباي يا جماعه هي مقر تهريب الذهب الاسود، وكان بيحكمها اتنين: عنايات خليل من دبي وشيتي من مومباي. واشتغل روكي في مسح الجزم، بس برضه عاوز يوصل لشيتي بأي طريقة. والراجل ده جاي يقول للتاني ده اللي هو مشغل العيال دي كلها عنده، بيقول له ان المفتش بتاع المكان عامل مشاكل كبيرة لاخو شيتي. ابي التاني ده قال له: طب انا هعمل ايه يعني؟ اقوم اضربه يعني ولا اخلي لك حد من العيال يضربه؟ يا عيال حد يقدر يضرب المفتش ده؟ فهنا فعلا روكي قام رافع ايده. بالفعل راح عليه روكي ومكسر الازازه على دماغه وضربه تاني وقال له: اسمي روكي. والشرطة خدته ولكن شيتي طلعه. والواد بيقول لهم: لو ضربت شخص عادي الشرطة هتدور عليك، ولكن لو ضربت الشرطة الكبير هو اللي هيدور عليك. طبعا شيتي اعجب بيه. والراجل التاني ده عمك شكري بيقول له: انت عاوز ايه يعني؟ ايه طموحاتك؟ قال: الدنيا كلها. وبعد سنين بسبب الحروب في عام 1978 كان سوريا عامل امبراطورية لنفسه من الذهب، وعشان محدش يقدر عليه اختار 5 شركاء اقوياء يتسند عليهم، وهم: كمال المسؤول عن التجهيز للمواد الخام، راجندر مسؤول توزيع في المناطق كلها، أندروس مالك المنطقة الجنوبية، جورباندين وهو القوة السياسية يعني الحكومة كلها تحت ايده، واخيرا اخوه ادهيرا القوة في مدينة الذهب. ولكن في يوم جت جلطة للمعلم سوريا ورقد على السرير والكل عاوز يستولي على المناجم، وبسبب زيادة اسعار الذهب حب عنايات خليل ان هو يسيطر على بومباي ويتخلص من المنافس بتاعه اللي هو شيتي. وبعت عنايات خليل شريكه دلاوي لمومباي، ووصل دلاوي وخلص على معظم الناس بتوع شيتي، ولكن بيقولوا البعض اهم واحد هو روكي، لو خلصنا عليه يبقى كده شيتي انتهى. ابحثوا عنه في كل مكان. وشوية واتصلوا ببعض: احنا لقينا روكي، كله يجمع هناك. مسكوا روكي وعلقوه بحبل ومبسوطين جدا، والواد ابن دلاوي ده كان مبسوط اكتر. دلاوي بيقول للراجل ده: هو فين؟ قال له: مسكوه يا سيدي. قال له: انا بسألك عن ابني، هو فين؟ قال له: قدامه هناك. اترعب ووقع الشاي منه على الارض، عرف ان ابنه خلاص كده يعني حياته انتهت. ضربهم كلهم. والباقي هرب، حتى ابن دلاوي هرب هو كمان لحد ما راح لحد المينا. كل اللي يجي في طريقه يا جماعة بيموته. وقتل ابن دلاوي. والمراكب دي كانت بتاع عنايات خليل. لما شافوا روكي على الشط رجعوا تاني: يلا ارجعوا ارجعوا، ده روكي لسه عايش.
وبقى روكي هو المسيطر واسمه هو المسموع في كل حتة، ولكن برضه تحت اسم شيتي. مفيش عملية كانت بتتم ولا صندوق كان بيتفتح غير بإيد المعلم روكي. ودول رجالة شيتي بيقوموه يا جماعة ايه على روكي، بيقولوا له خد بالك احنا مسيطرين بس عشان اسم روكي، يعني عشان اسم روكي يعني وصل لكل مكان في الشمال والجنوب، وخد بالك لو قلب عليك مش هنقدر نعمل اي حاجة وهياخد الكرسي بتاعه. وشكل شيتي صدقهم وغيران من روكي نزل تحت يهلفط بالكلام. مين المعلم هنا؟ انا. مين المسيطر هنا؟ انت. يعني مش كل واحد ضرب 10 رجاله يقول على نفسه زعيم. وهنا بتوصل عربيه وبيجري عليها شيتي زي العيل الصغير بالشمسيه، وبينزل اندروس الشريك التاني في مدينه الدهب اللي قلنا عليه. اول ما نزل سأل على روكي، قابل روكي وقال له في مهمة في بنجلور لو انجزتها ليا مومباي كلها هتكون تحت ايدك. يا لهوك يا شيتي. روكي وافق وسافر على بنجلور. وفي الطريق لقى زحمة، والشخص ده بيقول اللي عامل الزحمة دي هي بنت راجندرا الشريك التالت يا جماعة، وبيقول لهم محدش يقدر يبصلها، اللي يبصلها بيضربوه. نزل روكي وراح على هناك، قعد يبص للبنت شكلها عجبته وقال لها انا بحب. قام كله اتخض وراح باصص له. قالت لهم ازاي انتوا واقفين، يلا قتلوه. ولكنه اشتغل فيهم ضرب، وكان رايح يلبسها الجنزير ده على انه سلسلة، ولكن الواد ده بوظ عليه اللحظة قام ضربه وكمل على الباقي، بس قسي على الواد ده شويه عشان كسر ازازه الخمر. البنت انت مش عارف انا مين؟ يا ريت ما تهربش بقى لما تعرف، عشان ابويا هيلاقيك وهيضربك هنا في نفس المكان. وصل روكي للمكان ده ولقى كمال بيقول للي معاه لازم تلاقوا الشخص اللي عاكس رينا وزعلها في الشارع. واندروس بيقول للروكي البنت اللي انت زعلتها دي بنت راجندرا. قال له يا عم ايه المهمه قول لي، احنا مش جايين نرغي في كلام فاضي. قال له عاوزينك تقتل جارودا. والمعلم ده قاعد يقول له في خطط ازاي يقتلوه قبل ما يوصل للحفلة، ولكن ما اقتنعش وخد اصعب حل ان هو يقتله في الحفلة قدام الشرطة وقدام الكل. وكمان لسه بيدور على روكي عشان ينتقم منه عشان رينا زعلانة. طبعا اللي ضربهم كلهم في المستشفى، فراح واخد رينا معاه عشان هي اللي تتعرف عليه، ما هي الوحيدة اللي شايفاه وعارفاه. وراحوا على فندق عرفوا ان هو نازل فيه، بيخبطوا على كل شخص مش شو مش شو كده يعني. جت قدام الحتة اللي هو فيها قام شديدها جوه وقفل الباب. ياه هو انت جاي عشان تشوفيني؟ ده انا بحبك قوي، اكيد انت بتحبيني انت كمان. واللي بره عمالين يخبطوا على الباب. طيب لحظة واحدة معلش بعد اذنك. وراح طالع بره وقفل الباب. هي حست بضرب بره فبتحسبهم ان هم ايه هم اللي بيضربوه ومبسوطه قوي، ولكنه ضربهم ونزل قبلها كمان وعمل فيها السواق وخدها معاه في الطريق. وفي الطريق يا جماعه وهم ماشيين شاف واحده غلبانه وقع منها اكل ابنها، راح موقف الطريق كله لحد ما الست خدت الاكل بتاعها وهي شايفه اللي حصل واعجبت بشهامته وسابها بطريقة ذكية جدا قبل ما يوصل كمال والباقيين. وراح روكي للملهى بتاعهم بالليل، وكانت رينا هناك وشكلها كلمت كمال اللي وصل بسرعة وكان هيقتله كمال، ولكن رينا قالت له خسارة فيه الرصاصة، وبتقول له انا ناديتهم بس عشان تعرف قيمتك، بس برضه هديك فرصة تانية عشان تثبت رجولتك، لو قدرت تلمسني قدامهم كلهم سوف اكون لك. رجع لورا وصحابنا قعدوا يضحكوا عليه. اتاريه رايح جاب عربية بنزين كانت واقفة، نزل البنزين على الارض ومسك عود كبريت والسيجارة والكل خايف يولع فيهم. راح عليها بس مرضيش يلمسها وقال لها انا عاوزك بالحب مش عاوزك بالغصب. قال لي كمال لو انت فاكر نفسك وحش فانا ابوك. وصل راجندرا ابوها وقال له روكي يا خايب دول مش جايين يموتوني، دول جايين ينقذوك مني. وكمال بيقول له مين ده يعني؟ قالوا له الشخص ده هو اللي جاي يقتل جارودة. وقال لهم روكي الطريق اللي انتوا بتقولوا ان هو هيعدي منه كله ناس تبعه والمكان متلغم بيهم كده، مفيش غير ان اقتله في مقر الحزب نفسه قدام رجال الشرطة كلهم. وقال لهم بس انا عاوز مسدس جوه. قالوا له سهلة. والمسدس زي ما احنا شايفين اتجمع من كل واحد حتة حتة، والرصاصة كانت مع روكي وخلاص رايح عليه، بس خبط في العامل ده واتضح ان كله معاه سلاح وكل الناس تبع جارودة اصلا. خلص جارودة الاحتفال بتاعه ومشي وهو بيهددهم. كان كلام ابويا فيكو صح. اجتمعوا سوا وقالوا لبعضيهم لو جارودة ما ماتش كلنا هنموت. واندروس بيقول له كده لازم حد يروح الوقر بتاعه في ارضه ويقتله، بس هل حد هيقدر يعمل كده؟ وقبل ما كمال يضربه بالنار راح رافع ايده، يعني انا هروح هناك لحد ارضه واموته هناك.
وفي الطريق بيوروه خريطة للمكان وقالوا له لما تروح هنقطع كل اتصالاتنا بيك، ولما تخلص هتدينا إشارة كبيرة واحنا هنعرف وهنجيلك بعدين. وبالفعل راح وراهم روكي، وهم كانوا خاطفين ناس غلابة من قرى تانية عشان يشتغلوا في المناجم، وقتل الفريق كله ودخل وسط الناس على انه عامل. يا ترى هيعمل ايه لما يروح هناك؟ ده اللي هنشوفه في الجزء التاني. الجزء التاني دمار، اوعى يفوتك. الجزء التاني هتلاقيه برضه موجود على القناة. خش على قائمة تشغيل فيلم الروكي وعيش. ولو عاوز تشوف الفيلم كله اضغط على صورة قناتي، ثم اضغط على قائمة تشغيل، ثم اختار الفيلم بتاعك، شغل وعيش الفيلم.